هل الشكاوي اللي قدمناها بخصوص موضوع زيزو في كل الجهات المختصة والإيميلات اللي بعتناها للسفارة الأمريكية في القاهرة، هل ده له قيمة؟ طبعا ناس كتير جللت من الموضوع وخدت الموضوع بهزار، وإن هو ده شيء يعني ملهوش أي 30 لازمة. مبدئيا البلاد الأوروبية والغربية عموما مفيش حاجة اسمها ملهوش لازمة. لما بتكون في شكوى ضد اي شيء فيه شبهة بتعمل ريبورت او بتكلم الجهة المختصة او بتبلغ البوليس. ده بيحط لك كده يفط في اي مكان لو شفت اي شيء suspicious، يعني مشتبه فيه اي حاجة، اتصل بالرقم ده. بيحط لك رقم الجهة المختصة بالموضوع ده، ولما بتتصل ويحججوا والله طلع الموضوع زي ما انت قلت، ليك كل الشكر. طلع الموضوع ما فيهوش اي شيء، برضه ليك كل الشكر. عمرهم ما هيقول لك انت ليه ضيعت وقتنا، ولا ليه بلغت عن حاجه مش موجوده، وده بلاغ كاذب، وده بلاغ مش عارف ايه. لا، بياخدوا اي بلاغ في اي اتجاه ان هو محل اهتمام، ويشوفوه بالظبط هل ده حقيقه حصل ولا ما حصلش. والله حصل يبقى انت تمام التمام، وكده ساعدت الجهات في الكشف عن شيء هيضر بمصلحة البلد او بمصلحة مواطنين اخرين. ده هنا بيعلموا الاطفال الصغيرة، لم ابنك في حضانة لسه مش في سكول، كمان في حضانة بري سكول ولا كيدن جاردن، بيقول له لو في اي مشكلة تتصل ب 911، تدوس كده على التليفون 911، حتى لو ما تكلمش، مجرد ما يدوس ويدوس اتصال بيروح الاتصال ليهم. حتى لو ما حدش اتكلم بيحددوا الجهه المتصله منين، وبيبعتوا بوليس يشوفوا القصه ديت. ده في حد هنا يعني اعرفه، ابنه كان كل شويه بقى اول ما عرف الموضوع ده يروح البيت يعمل الموضوع ده، البوليس يجي ويقف يخبط على الباب ما يلاقيش حاجه، يلاقي الدنيا هاديه فيمشي، يقول لهم لا لا انا كنت بس بشوف حاجه كده. فلاحظوا ان البوليس بيجي كل يومين، بيقف ورا، بيقف قدام الباب، بيقف ما بيعملش حاجه، بيقف بيتابع بقى يشوف القصه. فهو لما سالهم قال لهم انتوا اتصلتوا بالبوليس؟ قالوا لا. فطبعا قال لهم انتوا كويسين؟ قالوا اه كويسين. فهو عايز يعني مش هيقدر يعمل اي شيء طالما هم تمام، يعني الا لو مثلا الراجل ضرب الست او الست اتخانقت في الراجل، بس طالما البوليس سالهم وهم الاثنين تمام تمام فميمشي. لاحظوا ان البوليس بيقف كذا مره، كل يومين ثلاثه يقف قدام البيت. فجم في مره اكتشفوا بقى ان الطفل ده اللي عندهم هو اللي بيلعب بالتليفون 911 والكلام ده. فراحوا ايه لما البوليس جالهم قالوا على فكره ده ابننا اللي بيلعب في الموضوع ده، وخلاص انت كده عرفوا الموضوع. فالمواضيع دي بياخدوها باهتمام. انت مثلا دلوقتي انا ما اعرفش زيزو عمل ايه في السفاره. انا دلوقتي راجل زملكاوي وامريكي، زملكاوي مصري وامريكي حاصل على الجنسيه الامريكيه، تمام، وعايش عايش في امريكا، ليا حقوق وليا وعليا واجبات زي اي مواطن في اي بلد تانية. ولما بكون في مصر نفس القصة. وانا اساسا يعني بشجع الزمالك وبشجع منتخب مصر وبشجع الصح وبشجع الحق والعدالة. ده شيء والله كل واحد بقى يضايقك انت ما يضايقكش، ده حاجة تخصني انا شخصيا. تضحك بقى تهزر تعمل كل واحد عنده مبادئ بيهتم بيها. انت عندك الحاجات دي تافهة وتضحك عليها او تغضب منها، دي حاجة تخص شخصيتك وتكوينك النفسي والعقلي والاجتماعي وكل شيء. انا بقى تكويني العقلي والنفسي والاجتماعي والاخلاقي وكل شيء بيحسني لما بشوف حاجه زي كده، ومثلا متضايق مثلا من موضوع زي اللي عمله الخائن الكبير. فطبيعي انا بدوري ما اعرفش هو عمل ايه في السفاره، ايه اللقاء او ايه اللي بناء عليه اخد فيزا. طبعا لانه هو لسه على تعاقد مع نادي الزمالك. عارف لو هو اصلا كان مخلص وعقده تمام التمام ودخل السفاره ما حدش هيشتكي، هتشتكي فيه. يعني واحد راح السفاره وهو مخلص عقده في نادي الزمالك وعامل عقد مع الاهلي، فانت هتعمل به الشكوى. لكن في شبهه هنا ان هو لسه على تعاقد مع نادي الزمالك، عقده لسه ساري لغايه يوم 1/6، وهو في 7 ابريل، في 7/4/2025 كان في السفاره، وبالتاكيد حصل على فيزا، او بالتاكيد قدم على فيزا زي ما كل الاهلاويه وكل الاعلام وطلعتوا تغيظوا فينا وتضايقوا فينا.
وانا شفت ده، وده منتشر في التي في شانلز والسوشيال ميديا وفي كل الاماكن. يعني حاجه ما حدش يقدر ينكرها، والصحفيين اتكلموا عنه وعلى فكره ده بيدعم موقف الزمالك جدا 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 في اي قضيه يرفعها الزمالك في الكاس او في المحاكم الدوليه المختصه. وبناء عليه هتقول لي اصل السريه والسفاره، لا، لما يبقى في قضيه دوليه وتتدول والكلام الخاص بالرياضه والحاجات الدوليه دي بيطلبوا بقى من اي جهه في اي مكان، والله ادينا اللي عندك، اللي حصل لان في قضيه واحنا دلوقتي بنحقق فيها وانت ملزم قدامنا، وخصوصا الفيفا والكاس والحالات دي بيجيبوا كل الاوراق المهتمه المختصه، لان ده لاعب. عارف لو واحد عادي الفيفا مش هتتدخل ولا هتطلب من السفاره، ولا يعني الزمالك بقى يعملها حاجه مدنيه ويجيب بقى محاكم دوليه مدنيه والكلام ده كله، لكن دي حاجه خاصه بلاعب، فمين مختص بيها؟ الفيفا. وهل الفيفا حق تطلب من او الكاس، هل ليهم حق يعني يطلبوا من اي جهه زي السفاره او اي مكان؟ لا طبعا ليهم، لان دي بقت قضيه دوليه وقضيه لاعب يعني رفعها الزمالك وهيمشي فيها، ووقتها ما تقدرش السفاره تمنع اي استفسار لاي جهه، وخصوصا كمان الموضوع هيتلعب في امريكا والموضوع يخص اصلا امن امريكا نفسه، فمش هتعترض ابدا السفاره ان تساعد تتعامل مع اي حد عشان برضو تكشف هل فعلا اخذ هو الفيزا بالحق ولا كذب عليهم هم شخصيا. والله هيحججوا. فالشكاوى بتاعتنا دورها عمل ايه بقى؟ دورها حرك الكل، حرك النادي وحرك الكل اللي يعرفوا يقدموا في الشكوى. احنا قدمنا لكل الجهات هنا المختصه، كل جهات خاصه باليو اس سي اي اس والايس ومكافحه النصب والاحتيال في الحصول على فيز، والخط الساخن للانسبكتور جنرال الخاص بالمفتش العام، واتصلنا بيهم واتصلنا بالسفاره وخدنا ايميل من السفاره وبعتنا للسفاره كل اللي حاصل. زياده طبعا على قصه ان واحده حامل مراته وهو رايحه السفاره علشان تولد وتيجي هنا تحصل على الجنسيه لابنها ومش عارف ايه، او بنتها ايا كانت. فكل ده السفاره ممكن ما تعرفش ان دول راحوا اصلا كمان واحده حامل، لان مش مبينه الحمل، وبالتاكيد اخفوا الموضوع دوت، لان زيزو قال في التحقيق ان هو اصلا رايح لشؤون عائليه عشان مراته توضع في امريكا والكلام ده كله. طيب انت السفاره لو عرفت الكلام ده يوم المقابله بالتاكيد رافض طبعا. اكيد هو ما قالش كده في السفاره، بس قال ده في التحقيق. فطبعا انت دورك شكوى بسيطه هيحججوا، السفاره هتحجج. ده هو اخفى علينا الموضوع ده، والله لها السفاره دورها ان هي تبعت بقى تعمل تحليل تبع عيادات خاصه بالسفاره، ما فيهاش هزار. فبيكتشفوا القصه دي فبتلغي التاشيره. شكاوي، القصه شكاوي، ومن حق الزمالك يقدم شكوى. وانا دلوقتي الزمالك وانا على تعاقد مع هذا اللاعب يقدم للسفاره برضه انا على تعاقد مع هذا اللاعب، وهذا اللاعب اتى للسفاره للحصول على فيزا، وفي عقد يربطني بينه وبينه انا الجهه المؤسسه اللي تملك هذا اللاعب، لان ما يقدرش يعمل اي شيء بدون الرجوع ليا. ففي الحاله دي برضه السفاره لازم تحقق في القصه وتشوف هل هو راح تبع الزمالك ولا تبع الجواب بتاع الاهلي. والله راح بالبي 2 اللي انتوا بتقولوا عليها والكلام ده كله، وفرحانين ان هو يعني الموضوع ده كله ماشي سليم في السليم. هو سليم بالنسبه للسفاره ياخد تاشيره مفيش مشكله، لو السفاره عايزه تعديها تعديها، لو مش عايزه تعديها برضه يقول لك لا هنرجع ونلغيها لانه على تعاقد مع الزمالك. بس لو عدى الزمالك كده كسب القضيه في الكاس وتداد، والموضوع هيعلى وياخد عقوبه زيه زي قصه كهرباء، والموضوع ما فيهوش هزار، دي قوانين ولوائح، وانت كسرت القوانين لانه راح في فتره حمايه. راح السفاره وحضرتك فرحان ومبسوط وبتقول لا ده راح وعادي ومفيش مشكله وانتوا بس ما تخبطوا راسكم في الحيط. لا، لو الموضوع ماشي تمام التمام، الا لو اتمنع الزمالك من تقديم شكاوى ومن تقديم طلبات وتقديم كل الاشياء دي، او عامل رفع القضيه اصلا. دي في الحاله الوحيده اللي ممكن كل شيء يتفشكل. لكن لو الزمالك مشي في القصه وقدم شكوى هنا وعمل قضيه في الكاس ورفع الموضوع الزمالك كسبان فيه 1,000,000%، وزيزو يتوقف والاهلي هيتعاقب. ومش بعيد اصلا كل القصه اللي حصل المباراه حتى تتلغي اللي عملها في كاس العالم، اللي هيعملها في كاس العالم. فالموضوع ما فيش تسفيه منه، انك انت هنا بتشتكي لجهه في ان في شيء شبهه حصلت فيه. واحد والله دخل السفاره وقد يكون هناك شبهه انه حصل على الفيزا بطريقه النصب والاحتيال والكذب على السفاره. والله ايه اللي المعطيات بتاعتك؟ والله ده راح يوم كذا وكان لسه على تعاقد مع نادي الزمالك، انا ما اعرفش بقى اي فيزا خدها واي نوع من الفيز. والله لو خد فيزا سياحه ما ينفعش يلعب بيها، ولو خد فيزا بجواب من النادي الاهلي فكده اصلا هو كسر التعاقد اللي المفروض لسه ملزم بيه مع الزمالك. فانتوا كسفاره وانتوا كجهه تحقيق لازم تعرفوا هو ده هيسافر ازاي وهيجي هنا يعمل ايه، بناء بقى على اللي جاله في المقابله. والله قال رايح سياحه فما يجيش هنا يلعب لانه هو قال رايح سياحه. فهنا الجهات المختصه هنا الثانيه جهات ثانيه غير بقى قصه النصب والاحتيال. فالنصب والاحتيال ده خاص بالفيزا اللي خدها في السفاره. طب ما هو تعدى من الخطوه دي ووصل قانونيا زي الفل.
سياحه عادي ايا كان اللي جاله، وصل سياحه في جهات هنا مختصه بالعمل وقوانين العمل وقوانين مش عارف ايه، الجهات دي بقى تختص بالتحقيق هل ده يحق له اللعب ولا لا. هنا الشكاوي تاني هتكمل في جهات تاني مختصه بالموضوع ده. ففي جهه خاصه بالتحقيق في النصب والحصول على فيزا، وفي جهه بالتحقيق في هل له الحق في الاشتراك مع كاس العالم مع الاهلي في كاس العالم ولا ملهوش الحق. كل دي شكاوي، انت مجرد بتعمل شكوى. والله انا شاكك ان الشخص ده يكون حصل على الفيزا بالكذب، والله حصل عليها تمام تمام وموقفه سليم والسفاره مشيتها. والله يجي هنا، والله انا شاكك ان اللاعب ده اصلا ما ينفعش ليه حق يلعب مع النادي ده، لانه حصل على قد يكون حصل على فيزا او حصل على فيزا اصلا بالكذب، فما ينفعش، او فيزا سياحيه او فيزا بدون وجه حق ان هو يشتغل هنا ويمارس نشاط رياضي او يشترك مع نادي في يعني حدث رسمي. والله هم هيحججوا هنا برضه، لقوا الموضوع تمام تمام مش تمام هيقبضوا عليه، وفيها مشاكل كبيره للنادي وللرياضه اصلا كلها يعني. فالموضوع يا جماعه يعني مش كل حاجه انتوا اخبطوا رخص، انتوا مش عارف انت فتاي، انت كذاب، لا. هنا كل شيء ينفع ان انت تبلغ عنه، والله يجي منه نتيجه وهم يحججوا. ادوا لنا شهر، خلال شهر دوت هيتم التحقيق في القصه. ووصلنا اتصال من الخط الساخن الخاص بالانسبكتور جنرال المفتش العام بالقضيه دي، النصب في الحصول على الفيز، واتكلموا معايا فعلا وقالوا لي احنا بنشوف الموضوع وهنعمل تحقيق مع السفاره في القصه دي، وخلال شهر هنرد عليك بالنتيجه. فالمواضيع دي ما فيهاش هزار يا جماعه، هي اكيد بالتاكيد هيحججوا، لان ده حاجه خاصه بالامن الامريكي، بامن الدوله زي امن الدوله كده. فاذا كان الموضوع ده هايف في اي حته تاني، لكن هنا بياخدوا الامور دي باهتمام وبيراعوها وبيراجعوها ويعني يفحصوها مليار المية قبل ما يطلعوا نتيجه في الاخر هل فعلا اللي انت قلته ده، وهيحججوا في كل اتجاه ويشوفوا المجادله اتقال فيها ايه بالظبط، وايه اللي الاوراق اللي قدمها في الحصول على الفيزا دي. ولما الموضوع بيصير الاهتمام بيكون ايميلات وشكاوي كتير على حد معين، بالتاكيد بياخدوا اتجاه رسمي جدا، يعني بيكون سيريس، يعني فعلا جاد جدا يعني في التحقيق في الموضوع دوت، لانه خلاص ده موضوع بقى عام وكله بيتكلم فيه، وفي ايميلات كتير وشكاوي كتير راحت لكذا جهه وكذا يعني مسؤولين خاصين بالموضوع ده. فما تقوليش اصل انت ايه جهات ومش جهات، لا يا حبيبي، في جهات، في USCIS دول خاصين بالهجره والجنسيه، وفي الايس مكافحه النصب والاحتيال ومكافحه الدخول امريكا يعني بطريقه غير قانونيه. في كمان الهات لاين الخاص بالانسبكتور جنرال، ده المفتش العام الخاص بالنصب في الحصول على الفيزا. فانا اصلا مش موضوع مش هميون، يعني مش بنتكلم كده وهبد وبتاع ترند ومش ترند، لا، شكوى بيتحقق فيها. والله طلعنا كلامنا سليم، احنا كده خدمنا النادي وخدمنا البلد اللي احنا عايشين فيها. والله طلع الكلام مش سليم، والله احنا عملنا اللي علينا كمواطنين وشايفين ان الموضوع كان ممكن يبقى فيه شبهه وطلع سليم، خلاص مالناش دعوه، خلصت. يعني ما تقعدش بقى تسفه وتجلل من اي شيء انت متضايق منه او مبادئك ضده. مبادئك اصلا ضد الحق والعدل والنزاهه، انت مبادئ السرقه والكذب والتدليس والتعريص وكل شيء. فطبيعي انت تضحك لما بتسمع حاجات في الحق، لان ده حاجه غريبه عليك، حاجه اصلا انت بتجلل منها فمش هتقبلها. سلام.